تعالَ كده أورّيك حاجة أنا متأكد إن هي هتعجبك. كنت نزّلت فيديو قبل كده على التيك توك ونزّلته في أكتر من مكان، بس ما نزّلتش الطريقة. الفيديو كالآتي: I've discussed the BAS app extensively and will continue to do so. Why? Because it's been around for a while and is still thriving. You can earn money from it with minimal effort, I promise. Just like I'm telling you, many people have made money from it. I'm one of them. I've withdrawn from it twice and hopefully. زي ما شُفت كده أنا باتكلم باللغة الإنجليزية بكل سهولة. عملت ده إزاي يا صاحبي؟ هابدأ أورّيك الطريقة، بس الأهم تصلّي على النبي في الكومنتات وتركّز معايا كده في كل خطوة هاقولها. دلوقتي زي ما أنت شايف ده الموقع اللي أنت هتستخدمه، فالأحسن تكمّل معايا الفيديو لآخره علشان تبدأ تفهم كل حاجة. ولو أنت بتشوف طبعًا الفيديو على اليوتيوب، الأحسن تعمل متابعة على التيك توك، لإن ممكن أنزّل فيديوهات هناك ما تكونش نزلت على اليوتيوب، والعكس لو أنت بتشوفني على التيك توك الأحسن تعمل برضه اشتراك على القناة بتاعتي على اليوتيوب، لإن هناك شروحات كتيرة أوي بتنزل على القناة. فبسرعة كده أنت هتبدأ تعمل إيه، التسجيل سهل جدًا. ابدأ سجّل عادي بالجيميل بتاعك، مش هتروح ولا تيجي. اضغط على كلمة جوجل، وأنا طبعًا عندي أكتر من حساب، فهاقدر إن أنا أختار مثلًا حساب زي ده كده، وهابدأ أعمل continue. أنت طبعًا لو عندك حساب واحد اعمل تسجيل بيه على طول وهيتسجل معاك زي ما أنت شايف، هيجيب لك كده شوية شروط وحاجات، ابدأ اعمل I accept. وزي ما أنت شايف كده أنا سجلت على الويب سايت بتاع الطريقة اللي هنتكلم عنها النهارده. هابدأ أدخل هنا كده وبيجيب لك كذا حاجة، إحنا داخلين علشان حاجة معينة اللي هي ترجمة الفيديوهات باللغة بتاعتنا. زي ما أنت شايف حوّلك على طول إن أنت ترفع فيديو ليك بالشكل ده كده. هابدأ أضيف الفيديو ده، وطبعًا بعد ما ضِفت الفيديو هنا زي ما أنت شايف هنا بيقول لك original language، فخلّيها تلقائي، خلّيها زي ما هي كده. هتبدأ بس تختار هنا اللغة اللي أنت عاوز تغيّرها. أنا مثلًا عاوز أغيّر اللغة إنجليزية، أسباني، إيطالي، أيًا كان اللغة. ابدأ اكتب في الsearch كده أو ابدأ انزل لتحت هتلاقيها. أنا كتبت مجرد ما كتبت English ظهرت لي على طول، وهنا بيقول لك المتحدث كام واحد متحدث في الفيديو، فطبعًا الفيديو ده أنا لوحدي بس. لو في أكتر من حد ابدأ اختار بقى كام واحد، يعني أنتم 2 بالفيديو، 3، 4 أيًا كان العدد، فأنت ابدأ اكتب إيه أو اختار العدد. أنا مثلًا 1، كنت ممكن أسيبها auto زي اللي فوق ما فيش مشكلة، بس عادي يعني أنا اخترت 1. وهتبدأ كده تعلّم هنا صح، ومش هتعمل أي حاجة تانية يا صاحبي، هتبدأ تعمل بس translate. أنت هنا هتنتظر بقى، تنتظر الفيديو يخلص، وأول ما هيخلص بييجي لك إشعار إن المفروض كده الفيديو بقى جاهز، زي ما شُفنا كده في أول الفيديو وأنا باتكلم باللغة الإنجليزية. وزي ما قُلت لك تقدر تغيّر اللغة لأي لغة أنت عاوزها. تمام، فطبعًا هو هياخد وقت شوية. فدي كانت الطريقة، أنت ما دخلتش ولا يمين ولا شمال، دخلنا على الموقع، سجلنا على طول بالجيميل، ظهر لك كذا حاجة. هتبدأ تختار فيديو ترانسليت وهتدخل تعمل كالآتي: رفعنا الفيديو، سِبناه أول حاجة أوتو زي ما أنت شايف كده، بعد كده اخترت اللغة اللي أنت عاوزها، بعد كده بيقول لك عدد المتحدثين في الفيديو، فأنا اخترت 1 لإن أنا بس اللي في الفيديو. تحت كده بتبدأ طبعًا تعلّم علامة صح هنا على الترانسليت دي، وهتبدأ تعمل upload وهتنتظر بقى لحد ما الفيديو يكون جاهز معاك، وهيدّي لك النتيجة اللي أنت شُفتها في أول الفيديو. وده كان فيديو النهارده، أتمنى يكون عجبك. يا ريت لو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك بالقناة وتفعّل زر الإشعارات، ولو أنت على التيك توك اعمل follow، لإن ده والله هيفرق معاك جامد. هتعرف أفكار كتيرة كويسة أوي وحاجات كتيرة أنا بانزّلها، ادخل شوفها بنفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.